في اخر 15 سنه كده تقريبا من 2010 بنتكلم دايما على انتاج لاعب مميز. يعني في لعيبه بتكمل وفي لعيبه ما بتكملش، بس انت لو خدت بالك من جائزه احسن لاعب رسمي من 2010 لما كان شيكابالا خد احسن لاعب موسم 2010 2011 وخد هداف الدوري. النقطة الثانية كان ظهر بعديها طبعا 2011 2012 اتلغى. 12 13 كان في محمد ابراهيم عامل بومينج، كان مع فييرا البرازيلي، مش البرتغالي، فييرا اللي بقى اسمه ابو ياسين ده. كان عامل موسم عظيم جدا وخد احسن لاعب. الموسم اللي بعديه كان ان احنا تقريبا خدنا فيه الدوري 14 15. ما اعرفش الموسم اللي قبله مين اللي خد، بس يعني كان عمر جابر غريب برضه خد احسن لاعب الموسم اللي احنا خدنا فيه الدوري، رسمي الكلام ده. بعد كده تقريبا كان في ناس بقول لك بتكمل وناس. كان في احمد الشيخ مش تبعنا، كان في المقصه، وبعد كده عبد الله السعيد، وبعد كده طارق حامد كان عمل مستوى عالي جدا، وبعد كده بدات تتوالى ساسي، بن شرقي، زيزو 3 4 سنين لغايه ما وصلنا امام عاشور. كل ده انتاج الزمالك، واتمنى يبقى بزيرة داخل. طبعا الحاجات ديت في مجلات ومش عارف، بس ايه، اغلب الصحفيين مع اغلب هتلاقي بس اخبار اليوم، مؤسسه الاهرام، الناس دول ليهم باع في الموضوع ده. اتحاد الكوره طبعا في التصويت كان الغالبيه للاسم ده، فدي بتديك انديكيشن جميل جدا. بيقول لك ان نادي الزمالك دايما مصنع النجوم، مش بالالفاظ، او احنا مصنع النجوم. ممكن يبقى انت عندك لاعب عادي تعمله بروباجندا كبيره وتعمل له اعلانات وتقعد تبش انت في حته ثانيه، انت اعظم حارس، انت اعظم لاعب، مش عارف ايه. الاعلام يقول لك بص بيعملوا ايه بقى، بيتغاضى عن الاخطاء بتاعته ويهرب بالكاميرا مع محمد نصر ورا وكابتن شلبوكه هنا ومش عارف مين شوبير هنا ومش عارف ايه. يقول لك ان اللعيب دوت لا دي غلطه فلان. حتى لما يجي يغلط يقول لك لا، بل فلان لو كان مغطي كان في طرق في التحليل كده انت المفروض لو خدت بالك منها، او مش اوير بفكره الكوره عامه والتحليل وكده، هتاخد بالك ايه؟ مش هتاخد بالك، هتسمع امين اصل الناس دي بتفهم مش عارف. فيقعد يقول لك الله يا مش عارف، زي مثلا يقعد ايه محلل رياضي صديق فلان او طلب من لاعب يجي له البرنامج فرفض، فيبتدي ايه يصيط اللي جنبه مثلا، فاكر الله يا حجازي، ويبقى علي جبر مثلا طلع كوره يقول لك الله يا حجازي، او بالعكس يعني لما يجي يغلط يقول لك لا زي علي المفروض انت تبقى كده، وتلاقي اللعيب مش بتاعه كده. يعني حاجات انت مش هتفهمها كواحد ملوش في الكوره، او مش ملوش في الكوره، ملوش في التحليل، بس هو بيحب الكوره كده. يعني ده لعيب حلو، ده لعيب وحش، ده اخره دي اوف سايد يا كابتن، دي ضربه جزاء يا حكم، كلام الفرق ده الكوره الطبيعيه او العاديه او بتاعت المشجع العادي. طب لما تيجي انت بقى تتعمق شويه هتفهم ان انت ممكن تصنع نجم بالبروباجندا الاعلاميه مع شويه اعلانات مع شويه برامج بتاعت تلاقي فانت ممكن تعلي لعيبه كتيره جدا على لعيبه اوريدي انت مبهور بيها. في لعيبه بتبرز على اي حد ويقل ادب ومش عارف، وتيجي تكلمه يقول لك لا ده شيكابالا ده ما تقدرش تتكلم مع الاهلاويه مع اسماعيلاويه مع اي حد. يقول لك لا شيكابالا ده مرعب لوحده، اللي هو فرض نفسه غصب عنه. انا بحب اللعيب اللي بيفرض نفسه، اللي هو عفياجي. يعني بص مش عفياجي يعني في عفياجي في الكوره، لا عفياجي في استعراض مهاراته. انا هفرض عليك تقول ان انا جامد حتى لو عملت ايه، حتى لو ما لعبتش، حتى لو انا مستهتر، انا جامد في كده. فهي الموضوع بان انت دلوقتي داخل. اتمنى ان خوان بيزيرا اللعيب البرازيلي ياخد الحته ديت ان شاء الله باذن الله، ياخد احسن لاعب سنين، لان هو برضه قماشه مختلفه. زي ما رضا عبد العال كان قماشه مختلفه، بيزيرا قماشه مختلفه. استلامه لوحده هو جول. انا استلام كوره ما تولدش محدش عارف هيمر كده بوش رجله ولا يقطم كده، هي ترقصته كده ولا كده، بيعمل الاثنين. فالمدافع بيدي خطوتين، خلاص اديت خطوتين وخفت في ال 18 يعني هيعمل سهول لاي حد. ادى لعمر جابر بسهوله جاب له. فده اصبح مش الواو اللي هو لامين يامال، لا هو مرعب للدوري المصري. عشان كده ممكن جدا يبقى احسن لاعب السنه دي. ومبروك لنادي الزمالك الماتش، ومبروك اعتلاء القمه. شكرا.